بينهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال. حضرتك من أي معتقد؟ سني الحمد لله. طيب تفضل. شيخ، على الإمام علي رضي الله عنه وعمر بن الخطاب كانوا اثنيناتهم في نفس الحكومة، وكان واحد يساعد الثاني، إذن أين الخلاف فيما بينهم؟ وكان واحد يعين الثاني، وفي محكمته كان يجلب الإمام علي. هل هناك خلاف؟ اي طب شو اجيبك؟ اكتب منك. الماي ستر وراسي اني في الخاص. جزاك الله خير، لان عندنا عوائل للايتام تحتاج هذا الامر. الاخ يقول انه الامام علي سلام الله عليه كان له تعاون في القضاء، يقصد هو في القضاء اي الاحكام الشرعيه. اخواني، الامام المعصوم يبقى دوره الشرعي بوجود الحاكم الطاغي أو غير الطاغي. مثلا اليوم أنا نفرض في دولة ظالمة، حكامها أنا بحكمهم بالعراق، لازم أنا ما راح أجاوب العالم لأن أنا بدولتهم؟ ما لها علاقة. هذا حكم، هذا هو تكليف الإمام علي. خلينا أكمل. هو دور تكليف الإمام يجيب على الأجوبة علما، مو على مود عمر ماشي، على مود العالم، فائدة للعالم. العالم تريد تعرف هذا حلال، هذا حرام، هذا وضوء، هذا تيمم، ما حكم النفاس، ما حكم الجنابة، ما حكم القتل متعمد غير متعمد. فهذا ما له علاقة. زين، القضية الثانية إن في مصادركم في كتبكم الإمام علي عليه السلام إذا كان له تعاون مع الخليفة الثاني بمعنى أنه راضى عليه، أنتم فاهمين التعاون بمعنى أنه راضى عليه تنازلا، لو كان الإمام علي عليه السلام كان له تعاون مع الخليفة الثاني. طيب لماذا في كتبكم في صحيح مسلم تنقلون عن الإمام علي كان يرى الأول والثاني خائنان آثمان غادران؟ النوب أنا راح أسألك بالموضوع، راح أقلب عليك السؤال نفسه، راح أرجع عليك أقول لك علي كان صحابي جليل، كان له عون للخليفة الثاني الصحابي الجليل. خليفة الثاني، خلنا أكمل أخي الكريم عن مود لا ننزلك إحنا. أوكي، السؤال راح يرجع عليك، أنت جئتنا بهذا السؤال، أنا راح أرد عليك أيضا جواب منك. هسه جواب الشيعي جاوبته، بغض النظر جوابي صح مو صح، المهم جاوبت. أنا راح أرد عليك السؤال نفسه. أخونا علي صحابي مبشر في الجنة، وعمر مبشر في الجنة، وكانوا أحدهم عونا للآخر تحت الإسلام وظل لا إله إلا الله. لماذا تنقلون عن علي يرى أبو بكر وعمر خائنان آثمان غادران كاذبان؟ نريد جواب منك بدون تغيير المواضيع. البخاري صحيح؟ صحيح مسلم. تقدر تعطيني هذه الرواية أقدر أبحث عليها وأشوفها؟ الآن وأنت صاعد معي اكتب الآن. أنا هسه فتحت موبايل الثاني، أعطينا جوجل. نعم، أي اكتب فرأيتماني كاذبان غادران آثمان بجنبها الدرر السنية. شلون تنكتب هاي فرأيتماني؟ ما تعرف تكتب؟ زين والله طويلة هاي. فرأيتماني، اكتب يلا كاذبان غادران، لا عوفة
اكتب كاذبان آثمان غادران بجنبها الدرر السنية. نعم هاي كتبتها، الموسوعة الحديثة الحديثية. أحسنت، بارك الله فيك. أي أحسنت، تدخل. هو حديث طويل، انزل أنت، حديث طويل جدا إلى أن توصل لي عبارة تحت 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 تحت، انزل بعد الكبرى. واي انزل بعد. دقيقة على قولتنا أهل الخليج. نعم شيخ. يلا هل وياك علي ضيعت البث؟ اي نعم. هسه شنو نزلت؟ شنو اسم الحديث؟ شنو الراوي، المحدث، المصدر، الصفحة او الرقم؟ هو انت مجرد ظهر، مو المصدر هذا كاتبه هو قدامك. مو هذا الحديث قدامك، والجزء والصفحة مطينك، وصحة الحديث مطينك. زين هسه هاي الراوي عمر، المحدث مسلم، المصدر صحيح مسلم، الصفحة او الرقم 1757 صحيح؟ زين صحيح. بس شيخ علاء يعني هسه انا اشوف الامام علي وابو بكر قاعدين سوي، انا شنو اقول؟ دول مو اصدقاء؟ انا يعني اقول هذا منافق؟ ما اقول. يا استاذ اعتقد جاوبتك. انت جاي تعيد نفس السؤال وما قاعد تجاوبني. انا قلت لك علي وابو بكر كانوا صحبان، انا جاي اقول لك وكانوا يقعدون يم جبل عرفات بالسعوديه على ايدك اليمنى على التقاطع الايسر، وحتى ياخذون سيلفي وينزلون ستوريات. انا جاي اقول لك، فانا جاي اقول لك لماذا تنقلونها عن علي اللي هو صديق ابو بكر؟ يرى ابو بكر خائن كاذب آثم، هم غير صحبان. غير انا جاي اقول لك، هو جاي اسالك غير صحبان. ليش يرى ابو بكر علي في كتبك وتنقلون احاديث يراهم آثمان غادران كاذبان؟ وين الجواب؟ ما عندي جواب شيخ. كبس، بارك الله فيك، انزل كبس اخي الكريم، انزل كبس يا روحي. اللي بعده. اللهم عجل لمولانا صاحب العصر والزمان، اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.